اهلا بيكم فيديو جديد حبايب قلبي. لو انت بقى زي كده ام مشغولة وبتسيبي البيت فترات كبيرة وبتشتغلي بره، او مشغولة بتعملي اي مشوار او كده، وعندك اسبوع مضغوط ومحتاجة تطمني ان اولادك هيلاقوا اكل سهل وامن، الفيديو ده ليكي. هقولك ازاي دبرت اسبوع كامل ب500 جنيه فطار وغدا وعشاء، وعملت للولاد بوكس كده زي بوكس طوارئ ينقذ اي بيت وانا بره. جاعوا بقى الصبح وعلى الفطار يعملوا من البوكس ده، عايزين يتغدوا يعملوا برضو، عايزين يتعشوا يعملوا برضو. وبجانب بقى الحاجات التانية اللي موجودة في البيت زي الجبن، لو انت سايبة جبن طبعا، البيض، الكلام ده كله، وكل التفاصيل دي هنقولها جوه الفيديو. هوريكم الاول ميكس ده، ميكس الجبن ده، ميكس الجبن ده سعره 130، يبقى 130 و150، احسبوا معايا لان دي مشتريات ال 500 جنيه بالظبط. تمام كده. ميكس الحمد بقى بنعمل بيه ايه؟ بنعمل بيه سندوتشات، حتى لو ما عندناش عيش سوري، عندنا عيش بلدي عادي، بنعمل بيه سندوتشات مع بيض كده ويتعمل يتقرمش. بنعمل بيه عيش سوري، بنعمل بيه مثلا سندوتشات عيش بلدي عادي زي الحواوشي كده وتتاكل برضو مع البطاطس او مع بيض او كده، بتبقى هي مكان الصوصات وافيد واوفر. تمام، لان الصوصات مصنعه انما دي طبيعيه، دي طبيعيه يا جماعه، ففيها طبعا حاجات طبيعيه كتير، نسبه كبيره. اهي بتبقى عباره عن جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، حلوه قوي طعمها حلو، بس تاخدي بالك من الملح طبعا وانت بتعملي السندوتشات او كده. عندنا تاني ايه بقى؟ عندنا تاني اللي هو العيش السوري، سواء بتعمليه في البيت او بتجيبيه من بره، هو مش غالي يا جماعه. يعني ده اهو 4 سندوتشات وب10 جنيه، حلو جدا. ال10 جنيه دلوقتي ما عادتش بتجيب كيس عصير، فانت لما تجيبي حاجات من دي مفيده احسن من المصاريف والاندومي والعصاير والحاجات المصنعه دي. اهو يا جماعه جبت 4، دول ب40 جنيه اهو، يبقوا موجودين. طبعا هو بيتشال في الفريزر عادي جدا، تطلعيه تسيبيه يفك براحته عشان ما ينشفش، ولما يفك براحته بتعمليه رول عادي وبتعمليه سندوتشات عادي جدا جدا جدا. اخر حاجه بقى معانا في المشتريات النهارده والفكره بتاعتنا اللي هو الستريبس. ستريبس دجاج طبيعي، شايفين القطعه اللي جوه دي؟ هي موجوده كده اوريدي، موجودة كده بالفعل، موجودة القطع بالشكل ده، مش عجينة. في فرق يا جماعة ما بين العجينة اللي هي الشركات والمصنعات وبين الحاجة اللي معمولة فعلا من الفراخ ولونها حلو ولونها فراخ وجميلة جدا. اهي دي جاهزة على التحمير، بتتحمر برضو وبتتعمل ساندوتشات وبتسد جوع الولاد في الشتاء. دي افكار لحاجات ممكن تجيبيها ترميها في الفريزر عندك جنب الجبنه اللي عندك نوع واحد حتى، جنب البيض، وبتعملي احلى الوصفات والاكلات اهوت. وخصوصا لو عندك طبعا اطفال صغيرين او بيجوعوا بسرعه والشتاء وكده، فدي فكره حبيت انقلها لكم لو عايزين تجربوها. المجموعه دي كلها كلفتني كام؟ 500 جنيه. تقدر تقعد عندي ايه؟ تقدر تقعد عندي شويه، لان انا هعمل مثلا ايه، ستريبسايه على شويه بطاطس، اعمل بطاطس بس وجبنه موتزاريلا، اعمل مثلا او جبنه ميكس، اعمل بيض وجبنه ميكس، كل ده. وعندي العيش او العيش البلدي لو عايزه كمان توفري العيش ده وما تعمليش بيه. عايزه اقول لكم بقى ان الستريبس الهايل ده يا جماعه سعره 175 جنيه، يعني مش غالي خالص خالص خالص، كميته كويسة. انا بوريكم كمان ان هو جواه لحمة فراخ مش عجينة، فانا بفضل لو بتاع الشركات ارخص من كده وكميته اكبر، لا انا بفضل اللي هو جواه فراخ مش عجينة. فطبعا ايه، انا جبته كده، ما بعملهاش بقى الواحده بتبقى تخينه كده وكبيره، لا انا بحاول اعملها سواء زي البوب كورن كده، او بعملها اللي هي تبقى شرايح رفيعه مع عشان تتناسب مع البطاطس واعرف الف الساندوتش، مش عشان حاجه. او بضرب كذا عصفور بحجر واحد، ان هي بتبقى الكميه اوفر وكبيره، وفي نفس الوقت بتعمل لي عدد سندوتشات اكتر،
ومفيدة، وفي نفس الوقت كمان اقدر الفها من غير ما العيش السوري يتقطع مني او كده. دي وجهة نظري في ان انا بجيبها اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. او هقول لكم تجربتي فيها ايه بعد ما عملتها وطعمها عامل ازاي، وانصحكم بيها ولا لا. طبعا على البوتاجاز بقى حمرت البطاطس. هو البطاطس يفضل ان هي تبقى في زيت غزير مغطيها كلها، تقوم تحمر كلها مع بعضها وتطلعيها على مصفى او حاجة، وتصفي الزيت اللي فيها وتستخدميها. بس انا عن نفسي انا عارفة ان هي واخدة نص قلية، فمش حابة ان انا احطها في زيت كتير علشان برضو الصحة والحياة الصحية والدايت والكلام ده. انا باكلهم حاجات ممكن يكون فيها مقليات مش عارفه ايه في الفيديو ده، لكن برضو بقدر المستطاع على قد ما اقدر اعمل اكل صحي، اقلل من حاجات معينه كده بتخلي الاكل يروح في مكان صعب شويه. تمام. فحطيت كميه زيت قليله زي ما انتم شايفين، هحمر فيها البطاطس، وبرده كميه زيت قليله هحمر فيها الستريبس، وهيتحمر وهيستوي وهيبقى زي الفل. البطاطس ما بشيلهاش في الكيسة الكبيرة دي، اللي بتبقى انا بقسمه في اكياس تلاجة، واربطه مربطوش جامد عشان الولاد يعرفوا يفكوه، وبسيبه في الفريزر يطلعوا يا دوب يفضوا الكيس على قد اكلة، يفضوا الكيس يعملوا بيه اكلة لهم مثلا كلهم او كده. تمام. الستريبس رائع 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 من هنا لبكرة، طعم خطير، فريش، طعمه حلو جدا جدا جدا، طازة. فأنصحكم بالبطاطس دي، وأنصحكم بالستريبس ده، بجد يا جماعة جميل جدا. وصدقوني مش فارقة كتير في السعر بين ان هي تبقى فراخ حقيقية وبين ان هي تبقى شركات او عجينة فعليها خلطين عليها حاجات كتير، ما انتش عارفة ان هي فراخ صريحة ولا لا. انما دي بصراحة فراخ صريحة جدا جدا جدا، والنسراية بتاعت الفراخ باينة. تمام. باجي بقى هنا بعد ما حمرت بقى الحاجات دي وجبت الجبنة الموتزاريلا، وبرده الجبنة الموتزاريلا اللي بتتبقى بحطها في كيس تلاجة. البطاطس اللي بتتبقى بحطها، الستريبس اللي بتبقى ني بحطه في كيس تلاجة. طبعا عايزه اقول لكم بقى على معلومه مهمه جدا وانتوا بتعملوا البوكس ده. احنا هنعمل للاكل اللي هو السريع العادي اللي هو هناكله حالا اهو، فبحط بقى البطاطس المحمره وبحط الستريبس والجبنه الموتزاريلا عشان تسيح كده، تديني ايه، تديني زي صوصات كده او طراوه للساندوتش من جوه. تمام. انما اللي هشيلها في بوكس الطوارئ بتاع الولاد اللي هسيبه في البيت، هعملها جبنه موتزاريلا وستريبس بس. عايزه بعد كده احمر بطاطس وازود ماشي، لان البطاطس لو اتفرزت متحمره انا ظني ما بتبقاش كويسه. تمام. انما الستريبس هيحافظ على قرمشته شويه. فانا عملت غدا لينا النهارده، لان انا في اليوم ده انا راجعه المغرب، ما راجعه متاخره جدا، ولقيت الولاد يا حبايبي جعانين جدا جدا جدا. فطبعا كنت بعمل بقى ليهم، فعملت بطاطس محمره على شويه على ستريبس على الجبنه زي ما انتوا شفتوا كده، الفيديو شارح نفسه. ده البوكس، بقول لكم ده البوكس اللي انا هشيل فيه سندوتشات جاهزه على التحمير، غير ان انا بشيل اصلا حاجات نيه برضو، ستريبس ني، بشيل البطاطس نيه. الولاد الكبار ممكن يعملوها ويحمروها، يعني يعملوها ايه، العيش ده بيتفرز عادي، طلعوا العيش يفك براحته خالص ويعملوها، واللي في البوكس ده يتحمر على طول عادي في الطاسة في التوستر في ايا كان. تمام. تمام. يبقى انا كده سايبه في البيت، مش هقول لكم بقى هما كل يوم هيقعدوا ياكلوا الحاجات دي، لا، دي للطوارئ، للزناقات، ليوم انا اتاخرت قوي، ليوم هما مش لاقيين حاجه ياكلوها فيطلعوا يعملوا ده، هيسد جوعهم جدا ومفيد وزي الغدا بالظبط. فانا بقول له بدل ما يشتروا حاجه من بره. دي كانت الفكره اللي انا عايزه انقلها لكم. عايزه اقول لكم يا حبايب قلبي، يا ريت تشجيعكم على القناه باللايك والشير والاشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات، واتشجع ان انا اصور.
تمام. طبعا داخل علينا بقى رمضان، انتظروا كده، اللهم بلغنا رمضان وكل سنه وانتم طيبين. انتظروا بقى مجموعه فيديوهات حلوه قوي 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 لتجهيزات رمضان، مشتريات رمضان، وشويه حاجات كده ناقصاني في المطبخ، مشتريات هجيبها برضو واوريها لكم قبل رمضان بشويه اهو، علشان اللي تاخد فكره، اللي تلحق تعمل حاجه او كده، وان شاء الله يجي علينا رمضان واحنا باحسن صحه واحسن حال. طبعا انا بقى بحاول احمر كده في جريلا كده بزيت برضو قليل. شايفين بقى الجبنه عامله ازاي جوه الساندوتش؟ هو ده بقى يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه، ان هي بتبقى بدل الصوص، عايزه تحطي صوصات حطي صوصات، واللي اتبقى اهو بوريكم ان انا كيست كل حاجه وهحطها على الاستخدام للولاد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم جدا ومع